السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شهدت الجولة السابعة من دوري الألمانيا مواجهة جزائرية مميزة جمعت بين الثنائي بدر الدين بوعناني وأمينة عمورة، حيث التقى فريق شتوتغارت بفولسبورغ في مباراة انتهت بتفوق واضح لأصحاب الأرض بثلاثية نظيفة. المباراة عرفت حضور النجمين الجزائريين في نفس التوقيت تقريبا، إذ دخل كل من بوعناني وعمورة إلى أرضية الميدان في الدقيقة 78 ليمنح نكهة جزائرية خالصة لأواخر اللقاء. رغم أن الوقت الذي قضيه على أرض الملعب كان محدودا، إلا أن كليهما قدم لمحات فنية جميلة نالت استحسان الجماهير والمتابعين، حيث حصل بدر الدين بوعناني على تنقيط 6.6 على 10، متفوق بفارق بسيط على مواطنه عمار الذي نال 6.5 على 10. فريق بوعناني وواصل عروضه القوية هذا الموسم مؤكدا جاهزيته للمنافسة على المراتب الأولى، بينما لم يتمكن فولسبورغ وعمورة من مجرد نسق المباراة رغم المحاولات الهجومية في الدقائق الأخيرة. وبعد نهاية اللقاء خطف الثنائي الجزائري الأضواء بصورة جميلة جمعتهما خارج المستطيل الأخضر في مشهد يعكس روح الأخوة والاحترام بين أبناء الوطن رغم المنافسة على أرض الملعب. وهنا بدوركم أعزائي المشاهدين، شاركونا الآن بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.